ما الكتب التي ألفت؟ والله الحمد لله رب العالمين، أنا كتبي بلغت 40 مؤلفا قبل أن أبلغ 40 عاما. ألفت كتب كثيرة جدا، من أكبرها المحلى التي ذكرناها قبل قليل. المحلى نظمته في 3000 بيت، وكتبت كتابا عن رحلتي في طلب العلم من السن الرابعة إلى السن 40، سميته غاية الأرب في رحلة الطلب، وهو مطبوع. هذه الكتب 40 طبع منها حوالي 12 كتاب، كلها مطبوعة في مصر وموجودة في مصر. ثم بعد ذلك أؤلف كتبا أخرى. الكتب الأخرى كلها مخطوطة بخط يدي أنا. لم تجد فرصة لنشرها؟ لم أجد فرصة لنشرها. ما هي اهتماماتك العلمية؟ ما الأمور التي تداعب ذهنك علميا وتحبها أكثر؟ أحب الفقه أكثر من غيره، خاصة أن أكتب فقها معاصرا، المسائل التي استجدت للناس في حياتهم كيف تخرجها على المسائل القديمة. جميل. هذا ما يهمني كثيرا جدا جدا، وكنت بدأت في وضع كتاب في ذلك، كتاب بأسلوب الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وضع شاطبيته في القراءات السبع. أنا جئت بالفقهاء الأربعة وتلامذتهم، وضعت لهم رموزا، وأريد أن أؤلف منظومة تكون بمثل منظومة الشاطبي إن شاء الله تعالى في الفقه.